مساء الفل. تخيل كده لما تاخد 3 نقط وتقول 3 نقط صعبين بالبنك الاهلي. يعني انا مش بكسر والله في الفرقه ولا بكسر في اي حاجه، بس تعالى نتكلم كده بالعقل يعني. لما تكسب البنك الاهلي بصعوبه في الدقيقه 90 واسوريو، يعني بتكسب البنك الاهلي واسوريو الاثنين مع بعض، يعني انت الزمالك بيلعب اتنين مع بعض ماشي. اول حاجه احمد فتوح لما يلعب خط نص دي فكره فاشله. فاشله ليه؟ لان هو بيلعب جنبه دونجا، فتوح بيطلع قدام، دونجا بيفضل لوحده. اي هجمه تيجي من اليمين او الشمال فدونجا بيميل كده يا يميل كده عشان يغطي مع الباك. ايه اللي بيحصل لما يميل كده؟ كل ده فاضي، خط النص ده كله فاضي، اي حد جاي من قلب الملعب بقى بيروح على طول على الجول. خلاص انت خسران. الف ب تدريب او الف ب كوره، لو جبت عيل صغير ماشي في الشارع هيقول لك انا خسران العب براس حربه، ده بيطلع راس الحربه. خلاص العب براس حربه والعب باتنين روس حربه وازود اللعيبه اللي جوه الصندوق عشان اقفل عليهم واضغط عليهم واغلطهم واخد ضربات جزاء وافتح مساحات لما دول بيضغطوا، اضم افرد معاهم يشدوا اللعيبه معاهم اللي بره افتح مساحات. لكن ما عملش اي حاجه ده خالص، ما بيعملش اي حاجه خالص من الكلام ده كله. هو ربنا كرم بس بزيزو شوطه وشيكابالا شوطه وشكرا قوي على كده. طب ما انت كسبت اهو يا عم، انت عايز إيه تاني يا عم؟ ده مش مكسب. انت لعبت ايه؟ انت ما لعبتش حاجه، انت مش عارف تلعب. ده عمر جابر الراجل اللي عنده خبره منتخبات وسافر امريكا ولعب في بيراميدز ولعب في الزمالك من وهو صغير في الست ياردة وبيعملها بالعرض وما بيبصش، ما بيبصش مين فين، ده بيلعب وخلاص. تخيل ده لعيب يعني ده لعيب الخبره اللي عندك ماشي. اسوريو بعد ماتش بتاع سولار دوت وناس هاصت وبتاع واحنا رجعنا وما رجعناش والدنيا والدين والكلام ده كله، لا بس شوط الشغاله دي كنا بقى برضه خسرنا نقطتين برضه. فانت بتتكلم في شوط انت ما بتعملش هجمات، انت بتلعب بسته مهاجمين. الشوط الاولاني بتلعب بسته وما بتعملش حاجه وبيدخل فيك جون في الاخر. اي نعم مش حاجه ملعوب يعني، بس يعني انت بيدخل فيك جون برضه. فانت بتلعب بسته ليه؟ يعني ايه المغزى انك تلعب بسته عشان هاجم؟ طب انت جبت جوان بقى في الشوط الاولاني كله جبت جوان؟ لا. طب بتلعب بيها ليه؟ هو كده انا بحب الخطه دي. ما هو مش حب وكره، ما بتلعب حاجه يعني بتبقى على امكانيات اللعيبه اللي معاك، على امكانيات الفرقه اللي بتلعب. يعني مش عارف بيعمل ايه والله العظيم اسوري ده، مش عارف. والناس اللي مجاذيب اسوري دول اللي بيحبوا اسوري ما اعرفش بيحبوه على ايه والله العظيم. يعني ده ابيض من الاومو والله العظيم، مفيش خالص 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 خالص. انت كده بالمستوى ده وبتكسب بنك اهلي بصعوبه. البنك الاهلي لو ما فيهوش حد، يعني الفرق كلها دي فرقه مخلصه خالص، يعني ما عندهاش حد. بالك بقى لو تلاقي فرقه تقيله هيعمل فيك ايه؟ هيحصل فيك ايه؟ يعني ان شاء الله انتخابات تقرب ويمشوه ويجيبوا اي حد، يعني باذن الله باذن الله باذن الله اول حاجه يعملوها اول لما يمسكوا النادي يمشوا اسوري ان شاء الله. شكرا.